نبص له. نموذج المصري. في سؤال تاني حضرتك مش من حملة دعم الجمهورية بس، معظم أعضاء الحملة ومن ناس كتير من الشعب المصري. إمتى برنامج الدكتور محمد البرادعي مسمى برنامج نهضة مصر شكلا وموضوعا هينزل للناس؟ إحنا محتاجين نشتغل بده، والناس اللي إحنا بنشتغل معاها محتاجة تشوف ده. اعتقد باذن الله في خلال شهر او اثنين على الاكثر انا بشتغل مع، دايما انا بجتمع معاكم، بجتمع مع المجموعه اللي بتشتغل، ودول شباب يعني ما اقدرش اقول لك عظمتهم وخبرتهم. ان شاء الله احنا بناخد وقتنا عشان نعمل برنامج، انما في ظرف شهر او اثنين هيكون معاكم برنامج متكامل، برنامج موجز وبرنامج تفصيلي للي عاوز يخش في التخصص. المنيا وانا منيويه بقى، فاحنا عارفين برضه سؤال من الصعيد كده دايما بيتقال، هو ليه الصعيد متهمش على كل الناس؟ ليه قطر الصعيد غير قطر بحري؟ ليه الزيت في الصعيد غير زيت بحر؟ عاوزين نعرف ده الاول بقى وهو عشان يا سالي ما فيش ديمقراطيه. لو كان في ديمقراطيه ما كانش الصعيد اتهمش، ما كانش الاقباط اتهمشوا، ما كانش الجنوب اتهمشوا، ما كانش السكينه اتهمشوا. لو عندك ديمقراطيه ما فيش بني ادم هيتهمش في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام من حملة حب البرادعي لرئيس مصر القادم محمد البرادعي واخواتنا كلهم محبين البرادعي. أنا قبل ما أسأل سيادة الرئيس القادم إن شاء الله عايز أستغل موقفي هنا وأقول حاجة معينة. يا إخوانا الصورة اللي طالعة على الصعيد مش فلوس زي ما الناس ما تتكلم، والحزب الوطني والنظام الفاسد مات، وإن شاء الله هنعمل حملة من هنا إن يوم الجمعة القادم دفن النظام الفاسد، النظام البائس، النظام الماضي في كل مدن الصعيد. وعقب صلاة الجمعة إن شاء الله هتبدأ مدن الصعيد بخروج نعش رمز على النظام البائس، وهندفنه وهنحرج علم النظام البائس أمام كل مقر الحزب الوطني. وحابب أكد على حاجة، إن إحنا هنا ومتواجدين هنا مش لحبنا للبرادعي فقط ولا دعمنا بس ليه، لكن إن إحنا إيماننا بيه وإن هو التصحيح الوحيد لمسار الثورة. وأكد إن الثورة مستمرة، وعلى البرادعي وعلى محبين البرادعي إن هي تستمر وإن هم يحموها. وحصل مثل صيني صغير قبل السؤال، قبل ما أطرح سؤال ومش عارف تعليق عليه من الدكتور برادعي عشان ما يزعلش مني: إذا مات الرجل فاقتلوا كلبه فإنه لن يكون وفيا لغيره. رئيس مصر القادم يسقط حب العسكر، يسقط حب العسكر. رئيس مصر القادم الدكتور محمد البرادعي عاش في مصر من سنة 52 وهي عليها هيمنة عسكرية وهيمنة شرفية. إن شاء الله بوجهة نظركم لمصر وما الإطار الصحيح الذي ستضع فيه الجيش والشرطة في حكمكم إن شاء الله. والفقر بتكلمهم كويس. وأنزل حضرتك هترد على السؤال ده وعلى سؤال ثاني: ما الدولة التي تتمنى أن تجد بها مصر؟ هل هي دولة برلمانية أم دولة رئاسية أم دولة برلمانية رئاسية؟ وشكرا. وتحيات الصعيد ومنتظر الدكتور البرادعي في محافظة المنيا وفي مدينة ملوي 1,200,000 صوت منتظرين البرادعي. شكرا. اولا انا كنت صغيره قبل الثوره، بس بقى قبل الثوره دي حاجه وبعد الثوره حاجه ثانيه. انا بالنسبه لي انما برضه كديمقراطيه لازم نتناقش ونتشاور ايه النظام اللي يصلح لنا. انا شايف في الفتره الجايه الخليط من النظام الرئاسي والنظام البرلماني هو انسب نظام لمصر، لان لسه الاحداث اللي انتوا عملتوها ما وقفتش على رجليهم. لابد يكون نظام رئيس الجمهوريه له سلطات اساسا في السياسه الخارجيه، ورئيس الوزراء جاي من البرلمان زي النظام الفرنساوي ومتولي اساسا السياسه الداخليه. بعد 10-20 سنه يمكن نمشي للنظام البرلماني، انما
في نهاية المطاف أيا كان النظام لابد يكون نظام قائم على مؤسسات ومش على فرع. انا معايا منك كتير. الشرقية، ما احنا قلنا الشرقية بتتخانقوا ليه؟